رابع شخصية شخصية فاوست. قصة فاوست بقت أهم قصة في الأدب الألماني. كتبها عميد الأدب الألماني جوتا، واترجمت لمعظم اللغات في العالم كله تقريبا، واتعملت أفلام ومسلسلات. بالعربي عندنا اتعملت قصة مسلسل ونوس. والقصة بتحكي عن عالم مهتم بالطب والسحر الأسود، وصل لتعويذة بتحضر الشيطان. فالشيطان بيعرض عليه عقد يبيع روحه للشيطان مقابل انه يحقق له كل اللي يطلبه ويتمناه لمدة 24 سنة. فاوست وافق ومضى العقد بدمه، فبقى ليه شيطان يخدمه اسمه ميفيستوفيلس. هو قوته الخارقة، يحقق له كل حاجة يتمناها: قصور، فلوس، شرب، حتى خلاه يقدر يطير. كل حاجة ما عدا 5 حاجات: ممنوع يتجوز، ممنوع يقرأ الإنجيل أو يروح الكنيسة، ممنوع يسمع لرجل دين أو يبقى قريب من الناس. وهو وافق. فبيكمل لحد ما يقابل طفل فقير فيتبناه ويبقى تلميذه ويعلمه كل حاجة. وحب واحدة متدينة وكان عايز يتجوزها، بس الشيطان منعه وجاب له شخصية اسمها جميلة الجميلات، دي شونسته دا شونن، يتجوزها لحد آخر يوم في العقد. آخر يوم في عقد ال24 سنة، فاوست بيحكي لتلميذه عن العقد اللي مضاه مع الشيطان، وبينصحه ما يبيعش روحه للشيطان. وفي آخر يوم بالليل لقوه ميت في جنينة القصر. الشيطان قتله حسب العقد اللي مضاه ببيع روحه للشيطان. فبقوا يقولوا مثل بالألماني: Der gefährlichste Pakt beginnt mit den Worten nur dieses eine Mal. أخطر صفقة هي اللي بتبدأ بكلمة فقط هذه المرة، المرة دي بس.